ما احلى ان انتي تعملي عصير خروب في البيت لولادك بدل ما تشتريه من بره. بطريقه صحيه وبطريقه صحيحه. ان شاء الله هعمل لكم فيديو فيه الطريقه، انزل لكم فيه الطريقه كلها للخروب. وكمان عندنا عصير المانجا الفريش القطع، هتشوفوه دلوقتي وانا بصبه في الكوبايات، هتحسوا ان هو مليان قطع فعلا، لانه بيجي من مصدره. اما بطلبه يعني بيجي كميه. فاللي محتاج عصاير يطلب مانجا، عندنا متاح يعني. اعمل لكم كمان ان شاء الله التمر الهندي، اعمل لكم الصوبيا بالطريقه الصحيحه برضو، والكركديه مع التمر الهندي، وكل العصير الفريش. واللي محتاج اي طريقه عصير يا جماعه يقول لي وانا في الكومنت وانا اعملها له باذن الله. الحقيقه كل العيله بتحب الخروب من ايديا، لان انا بعمله حلو قوي وبعمله بطريقه صحيه جدا. الف هنا وشفا لكل اللي يشرب وكل اللي يطلب. مطبخ سوسو عطية بيقول لكم كل سنة وانتم طيبين، رمضان كريم، وربنا يبلغنا ليلة القدر كلنا على خير يا رب ان شاء الله. وما احلى المشروبات الرمضانية الجميلة اللي بيتميز بيها رمضان فعلا. آه، يعني بيبقى لها طعم مختلف فعلا في رمضان عن اي وقت تاني. كل سنة وانتم طيبين. شايفين منظر المانجا عامل ازاي، وشايفين الخروب عامل ازاي، طعمها يجنن. باي باي.